اصحابي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ تعالوا بقى بينا في السيريز الاولى من الوصفات الاير فراير. تعالوا بقى بينا نعمل اول حاجه، اكتر حاجه الناس كلها ما بتحبهاش، وهي الخضار السوتيه. تعالوا اقول لكم ازاي نعملها في الاير فراير بطعم خطير. اول حاجه هجيب هنا معايا كل الخضار اللي انا هستخدمه. انا هنا عندي فلفل اصفر، عندي فلفل اخضر، وعندي بتنجان. ممكن تستخدموا كمان جزر، فلفل احمر، اللي موجود عندكم، بس ده دلوقتي اللي موجود عندي. فتعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه بجيب هنا البتنجان وابدا ان انا اقطعه لمربعات. بنبدا بقى ان احنا نقطعه لمربعات عريضه كده، عامه قطعوه بالشكل اللي انتوا حابينه. طيب زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبدا اقطعه لمربعات علشان هستخدمه على طول في الاير فراير. ده كده شكله بعد ما قطعته. تمام. هبدأ بعدين بقى استخدم الخضار كله بنفس الشكل، هقطعه كده. بجيب طبعا هنا درج الاير فراير بتاعي، او خليه شويه، لسه هقولكم هنعمل ايه قبل ما نحطه في الدرج على طول. هبدأ اجيب هنا الفلفل الاصفر، بس استنوا معايا. الجزء اللي خلصته ده هحطه هنا عندي علشان اتبله قبل ما ادخله على طول في الاير فراير. هجيب هنا الفلفل الاصفر، نفس الكلام. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، بتطلع معاكم حلوه جدا. سيبكوا بقى من اي خضار سوري كنتوا بتاكلوه قبل كده، والني في ني والكلام ده. هتاكلوا بجد خضار طعمه خطير. انا بحب اقطع الباقي لصوابع كده زي ما انتوا شايفين، بس عايزاها تكون صوابع رفيعه شويه. فببدا ان انا ارفعها كده. خلاص. التقطيع ده بقى يرجع انتوا حابين ايه، بس انا الصراحه حابه اكلها بالشكل ده. طيب قطعها رفيع كده. واخر حاجه عندي الفلفل الاخضر، زي ما انتوا بقى حابين. شوفوا انتوا بتحبوا تحطوا ايه خضار وحطوه عليها على طول. وهنعمل معاها كمان صوص خطير عشان تبقى الاكله نفسها طعمها حلو. ونحط ده هنا اخر فلفلايه عندي. ونبقى خلصنا. الوقت ما بتاخدش وقت خالص خالص، فبعملها يا دوب لما اكون راجعه من الشغل، وعقبال ما تتعمل بكون اصلا خلاص خلصتها. ابدا احط عليها بقى شويه من زيت الزيتون، رشه بسيطه قوي قوي قوي. واضيف عليها التوابل بقى. احط هنا شويه من البصل والثوم الباودر، انا عامله لهم ميكس مع بعض. طيب هحط عليها شويه من البابريكا. هحط عليها ملح طبعا، حاجه بسيطه. هحط عليها شويه من الفلفل الاسود. هبدا بقى اميكس الكلام ده كله مع بعض. في الوقت ده بقى قبلها بوقت شويه ببقى مشغله الاير فراير علشان تبقى جاهزه معايا على درجه حراره 200، مشغلينها قبلها بوقت. ده كده شكل الخليط. وهو متبل معايا زي ما انتم شايفين. هندخله على طول على الاير فراير، نكون مشغلينها ومسخنينها. بتاخد بالظبط من 15 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 200. بيبقى جاهز معاكم احلى خضار سوتيه بجد خطير. تعالوا بقى نحطه. ممكن نستخدم دي علشان نبقى محتفظين بيها نظيفة. هحطها هنا وبعدين هدخل الخضار في النص. شايفين ده كده الخضار بتاعي. هندخله بقى الاير فراير على طول ونستناه يبقى جاهز معانا. وفي الوقت اللي بيجهز فيه الخضار في الاير فراير، تعالوا نروح بقى على صوص خطير. اول حاجه هبدا بقى اجيب هنا علبه زبادي وافضيها كده في الطبق. الصوص ده حلو جدا جدا وبيبقى لايق قوي معاها. طبعا مالناش دعوه بالحته اللي وقعت ورا دي. طيب هنضف المكان ده وارجع. وببدا بقى على علبه الزبادي اللي انا فضيتها دي، هحط عليها التوابل بتاعتي. هحط هنا وبصل باودر، عامله لهم ميكس مع بعض. هحط هنا نص معلقه صغيره مثلا. طيب هحط عليها رشه بسيطه قوي من الملح. اوكي. هحط عليها شويه من الفلفل الاسود.
حاجه بسيطه نمكس بقى الكلام ده، هيطلع معاكوا صوص خطير. بحب اعمله دابنج مع الخضار، بيبقى حلو قوي بجد. عايزين تخلوه سبايسي ممكن تضيفوا عليه شويه من الشطه او من الهوت صوص، وده كده شكل الصوص بتاعكم. عايزين تخففوه شويه ممكن نحط عليه شويه من اللبن، ونبقى جاهزين كده بالصوص وفي انتظار بقى الاير فراير. جاهز معاكم احلى خضار سوتيه هتاكلوه بجد. انا بحبه لحد ما اسيبه يستوي زياده شويه، فده اخد مني 15 دقيقه. لو حابينه ما يكونش مستوي قوي كده ممكن بقى تطلعوه قبلها بشويه، مش هيبقى استوى قوي كده. وفي نفس الوقت بصوا بقى اللي انا بتكلم فيه، ان احنا هنرفع دي كده زي الشنطه بالظبط، ويبقى الاير فراير بتاعتي نظيفه، ودي طلعت كده لوحدها. بس دول هنا في الطبق، وزي ما انتوا شايفين بكل سهوله. وبعدين ده بقى هنبدا ان احنا ننضفه عادي جدا. وهنا جاهز معايا الخضار اللي احنا عملناه، مش بس الخضار، ومعاه كمان الصوص اللي احنا جهزناه. وبس كده.